السلام الدكتور راك عارف هشام، كنتمنى تكون حالتك الصحيه احسن. بغيت نقول لك على واحد البلان كيضرني في الخاطر. انا كل ما تكون عندي شي بلان ولا مطرقه في الراس واخا تكون بعيده كنبقى هاز ليها الهم وكنضيع الوقت في التفكير فيها. شنو الحل في نظرك؟ السؤال هو علاش تتفكر فيها؟ دائما من تيفكر الانسان في واحد الحاجه تيكون عاطيها القيمه اكثر، ولا انه متخوف منها اكثر من اللازم. هادشي اللي تيدير الاوفر ثينكينغ، كما يسمى بالاوفر ثينكينغ. هادشي خصو تدريب، ما كاينش شي كاينه تتعطى وتتحيد الانسان ما تيبقاش يفكر، خصها تدريب. التدريب هو انك انت ديما خاصك تحط راسك في الصوره الكبيره، هو ان راه هاد الحياه هادي راه ما عندها حتى شي قيمه. باش نكونوا واضحين، خصني نهضر معاك بحال هكا. انت راه ماشي مهم لديك الدرجه اللي تتعطي لراسك، ولا داك الناس اللي غاديك الحاجه اللي غدير دوك الناس راه عاطين قيمه ليها، ولا راه كلشي مقوص عليك ولا شي حاجه. نو، يعني نقص من القيمه ديال الاشياء، ولكن خص تدريب شويه بشويه. ديما فكر بان راه ما كاينش شي حاجه. نعطيك واحد المثال باش تفهمني مزيان. نعطيك واحد المثال. اكيد وقعوا لك شي كوارث في الحياه، وانت نتوما وقعوا لكم شي كوارث في الحياه اللي تيخليوك تشوف الدنيا ما عندها حتى شي قيمه. مثلا مشيتي عند الطبيب قال لك فيك الكونسير ديال المؤخره مثال، غير مثال. الى مشيتي عند الطبيب وقال لك فيك الكونسير، واش تبقى تخمم ديك الساعه على تخمم في داك الشيء اللي تتعتبره انت مشكل كبير؟ ما تبقاش تخمم فيه، ما تبقى عندها حتى شي قيمه حتى حاجه. هذيك هي ليطا اللي خاصك دائما تحاول تكون فيها بلا ما يكون الكونسير. بلا ما يكون الكونسير غتكون ديما في ديك ليطا ديال حتى حاجه ما عندها قيمه. ما تبقاش تعطي قيمه كبيره للاشياء. من تعطي قيمه كبيره للاشياء هنا فين تستريسا، هنا من تبدا تفكر بزاف. راه عندي غدا، عندي اونترفيو غدا، وراه عندي امتحان غدا، وراه عندي كذا، ومن بعد ومن بعد علاش غتصدع انت راسك بان عندك اونترفيو؟ يدوز كيما بغى يدوز ربو داك الاونترفيو غدا، يدوز كيما بغى يدوز. شنو فين غتوصل كاع؟ غتعيش مليون عام. فمن من تقدر يعني خاصك التدريب. انا تتنجح ليا ولكن ماشي دائما 100%. نقدر نقول لك تتنجح ليا بنسبه 99.99%. المهم تتنجح ليا بواحد النسبه كبيره. وانا تنقدر ندخل راسي في ديك ليطا ديال ان بحال اللي قال لي الطبيب فيك الكونسير بكل بساطه. تندخل راسي في ديك ليطا ديال الطبيب قال لي فيك الكونسير، يعني حتى حاجه ما بقات مهمه، لا شيء، حتى حاجه. ما والو، حتى حاجه ما مهمه. كل شيء تيصغر في عينك، كل شيء تيصغر في عينك. ولكن خاصها تدريب، واكثر من التدريب خاص متابعه. يعني انك تجي عندي للعياده بقى نشوف كل سيمانه لمده 6 سنين. لا الكتاب غير باش نجر، الكتاب غير شحيمه باش يجي عندي للعياده، فهمتي؟ انتم كاع ما فاهمين السيستم التسويقي. راه درت مع خونا المسوق، راه هو اللي يبدا يجيب لي هذه الافكار الشيطانيه. دابا الكتاب غير شحيمه باش تجي عندي تجي عندي للعياده ونرفقك معايا في العياده. كل مره تخرج من الخلصه ديالك واحد 5%. اوكي.